تخيل انك بتصحى وبتلاقي نفسك جوه تابوت ذهبي والناس كلها بتتكلم عنك، مش لانك مؤثر على السوشيال ميديا، لانك ملك اسمه توت عنخ امون. ودي قصته من زاوية تانية اللي محدش بيحكيها كتير. كلنا نعرف اسم توت عنخ امون اللي اكتشفوا مقبرته كاملة بعد 3000 سنة من موته. لكن هل هو مجرد طفل محظوظ اتولد في العيلة الملكية، ولا كان جزء من مؤامرة سياسية ودينية قلبت مصر القديمة كلها؟ تعالوا نرجع بالزمن شوية نشوف القصة اللي محدش بيحكيها كتير. في زمن الملك إخناتون أو أمنحتب الرابع، هو والد توت عنخ آمون، حصلت ثورة غيرت مجرى تاريخ مصر القديم كله، علشان الملك إخناتون غير الإله من آمون إلى آتون. المعابد اتقفلت، الكهنة فقدوا سلطتهم، والناس بقت في حالة فوضى ساعتها. وبعد وفاة الملك